تعالوا بقى النهاردة هنعمل أحلى قراقيش سادة وبالعجوة، بس بجد الطعم في الآخر حكاية. يلا بينا نشوف إيه الطريقة والمقادير. الطريقة بسيطة سهلة مفيهاش أي تعقيدات، تابعوني. أهم حاجة النهاردة معانا 3/4 كوباية مية تكون دافية. معايا معلقة كبيرة من الخميرة بتاعتنا الفورية. أنا هنا استخدمت اللي هي النوع الأنجل اللي انتوا بتشوفوه على طول الأنجل. وحطيت كمان عليهم 3 معالق من السكر، وفي نفس الوقت اقلب تقليبه حلوه زي ما انتوا شايفين كده علشان السكر يدوب حلو قوي مع الخميره. تمام تمام لغايه ما تظهر الفقاعات اللي انتوا شايفينها على الوش دي. ابتديت هنا احط كوبايه من السمنه زي ما انتوا شايفين. السمنه يا جماعه تكون ولا هي جامده ولا هي سايحه، زي ما انتوا شايفين كده. بقلب حلو قوي قوي لغايه السمنه ما تندمج مع الميه مع المكونات بتاعتي، ما يكونش فيه اي بوادر او اي شكل للميه من فوق. بقلب تقليبه حلوه لغايه ما تظهر بالشكل اللي انتوا شايفينه كده قدامكم. تمام تمام. هركنهم كده بقى على جنب واشوف الدقيق بتاعي هنحط عليه ايه. معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق، دقيق متعدد الاستعمالات. انا هنا بستخدم دقيق سنبلة الفرات زي ما انتوا عارفين، في كل الشغل اللي بحب استخدمه عشان نتيجته حلو. حطيت عليه ربع معلقه من الملح، وحطيت عليه معلقتين كبار من اللبن البودر، وابتديت اقلبهم كلهم مع بعض. تمام تمام. دي يا جماعة براحتك اللي تستخدميه، اهم حاجة دي يكون جميع استعمالات. حطيت عليهم معلقتين من السمسم المتحمص زي ما انتوا شايفين كده. السمسم يا جماعة اختياري يعني، حابة تحطي براحتك، مش حابة مفيش اي مشكلة. يعني في بدايل هنقولها في الفيديو. بالنسبة للبن البودر طبعا لو مش متواجد برضو مفيش مشكلة. حطيت هنا السوائل بتاعتي على الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. هنزل كل السوائل بتاعتي، ما سيبش اي حاجة في الطبق يا جماعة. انزل كل اللي في الطبق على الدقيق، وببتدي بقى كده الم في العجينة بتاعتي. الم 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 لغاية كده ما تظهر قدامي كده قطعة من العجين. اهم حاجة ان انا ما اعجنش يا جماعة كتير في الدقيق بتاعي علشان ما يربيش عرق، عشان انا مش عايزة عجينة تكون فيها عرق. الم كده بايدي باطراف ايدي كده زي ما انت شايفه. امشي يا جماعه الخطوات والمقادير عشان تطلع معايا النتيجه مرضيه. اهم حاجه ان انا امشي بالظبط. الم زي ما انتوا شايفين كده. حسيت ان العجينه بتاعتي محتاجه سنه ميه في الاخر، او حسيت ان هي لسه ناشفه شويه، بديها شويه من الميه بتاعتي. انا معايا كوبايه خدنا منها ال3/4، والربع لسه سايبينه بنعجن بيه. تمام تمام. لغايه الدقيق بتاعي كله زي ما انتوا شايفين كده ما يبتدي يختفي. اهم حاجه العجينه بتاعتي تبقى بتتقطع معايا كده زي ما انتوا شايفين. العجينه يا جماعه ما اقعدش اعجن 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 وبعد كده هبص الاقيها عملت معايا عرق. دايما نخلي بالنا من الحته دي. تمام تمام. بعد كده خلاص العجينه بتاعتي كده حسيت ان هي تمام او محتاجه سنه ميه. بديتها زي ما انتوا شايفين حاجه بسيطه. انزل بالميه يا جماعه واحده واحده، منزلش بيها مره واحده، لان طبعا كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. الدقيق اللي عندك بيختلف عن الدقيق اللي معاكي عن الدقيق التاني. كل دقيق بيختلف حسب السوائل اللي بيشربها. ابتديت احط العجينه بتاعتي كده هنا قدامي، خلصتها تمام وحطيتها هنا قدامي وسبتها ترتاح 10 دقايق. ابتدي بقى اقطع فيها زي ما انتوا شايفين. اخدت الشكل طولي برمته كده قدامي زي ما انتوا شايفين، وابتدي ابطط عليه بايديا بالنشابه، مفيش اي مشكله. وابتدي كده اسويه من الجوانب ومن فوق لتحت علشان المنظر بتاع القريش بتاعتي يطلع مظبوطه ويطلع شكله حلو. حاجه صعبه الحاجه سهله يا جماعه، ما فيهاش اي تعقيدات. الطرق بتبقى بسيطه وسهله. نتابع لغايه اخر الفيديو علشان نعرف ننفذ القريش الساده طريقه سهله وبسيطه. زي ما انتوا شايفين سويت الجوانب، وهبتدي اقطعها كده بالسكرابر بتاعي، بالسكينه، بالعجله المشرشره، بالعجله البيتزا اللي عندك المتواجد عندك قطعي بيه. قطعتهم زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده ببتدي احطهم في الصاج بتاعي وببتدي اغطيهم باي كيس بلاستيك. باخد برضو الجزء اللي بعده يا جماعة. احنا هنطلع 3 اشكال مختلفين من عجينة واحدة. ممكن كل شكل بعد كده ينزل على حدة في فيديو لوحده، بس حبيت ان انا اوريكم ان من عجينة واحدة طلعنا 3 اشكال وكمان محشي عجوة.
الجزء دوت اخدته كده بالورب زي ما انتوا شايفين بالعجلة اللي هي المشرشرة، منظر مختلف برضو تاني. يبقى معانا كده هنا السادة واللي هم واللي بالعجلة المشرشرة. زي ما انتوا شايفين ابدعوا يا جماعة، اشتغلوا، فننوا في الافكار زي ما انتوا شايفين كده. ما نقعدش، طبعا الشتا جاي علينا وبنحتاج حاجة فيها باور وطاقة ان احنا نشتغل ونبدع. زي ما انتوا شايفين كده خدنا بقى الجزء التالت بتاعنا، طوناه كده على بعضه علشان هنبتدي نفرده. هنا بقى نفرده شكل كمان كده من اشكال القراقيش بالعجوه، اذا كنت بقى طبعا شفتوه قبل كده او ما شفتوهوش. حبيت ان انا اوريكم الشكل ده، انتوا ممكن تعملوه في مقدار لوحده، بس هو في الاخر تحفه وطعمه جدا جدا حلو قوي في الفطار الصبح كمان. ببتدي هنا بعد ما فردت العجوه بتاعتي، ابتديت اطوي الجزء اللي فوق على العجوه زي ما انتوا شايفين كده. اللي حابب يا جماعة يضاعف المقادير زي ما احنا قلنا قبل كده، بدل 4 كوبايات دقيق 8، بدل مثلا كوباية السمنة 2. بنمشي على المقادير واحدة واحدة وبنضاعفها، عشان السؤال دوت اتسألنا فيه أكتر من مرة. بنضاعف المقادير، بنمشي على المقادير واحدة واحدة ونبتدي نضاعف كل مقدار. تمام تمام. تابعوني يا جماعة لغاية آخر الفيديو علشان نشوف هنطلع القراقيش والمنين بالعجوة أو المنين بالعجوة ازاي، وفعلا هيبقى مقرمش وقرمشة فعلا فوق الوصف، والتسوية فعلا جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما طوينا الجزء، أهم حاجة ال3 أجزاء يا جماعة يبقوا مشبوكين في بعض عشان تطلع معايا بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. مسكنا الطرف من هنا والطرف من هنا يا جماعة، ونبتدي ان احنا نلويها. باخدهم كلهم بنفس الطريقة طولي كده، وببتدي ان انا اعملهم بالطريقة ديت، وبحطهم برضو بتوعي او بحطهم برضو في الصاج بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، علشان التسوية هتكون واحدة. اهم حاجة يا جماعة الحاجة اللي فيها عجوة ما نزودش الصاج بتاعها عن 20 دقيقة او 17 دقيقة بالكتير تسوية، علشان العجوة بتاعتي ما تشدش معايا في الفرن ويطلع العجوة محجرة او ناشفة. فأي حاجة فيها عجوة نحاول ان احنا نديها المقدار الصحيح من التسوية او المدة بتاعتها من التسوية، علشان ما تطلعش محجرة او ان العجوة تنشف او تشد معايا زي ما انتوا بتشوفوا حاجات كتير كده. فأهم حاجة زي ما احنا متفقين نديها التسوية بتاعتها المظبوطة، ربع ساعة تبقى ربع ساعة، تلت ساعة تبقى تلت ساعة. اكتر من كده العجوة بتاعتي بتحجر وبتشد معايا في الفرن. باخدهم كلهم بنفس الطريقة وبنفس المنظر وبلويهم كده زي ما انتوا شايفين، وبحطهم في الصاج بتاعي. يبقى كده ده شكل من اشكال العجوة، من اشكال القراقيش او المنين بالعجوة. خلصناه كل ده يا جماعة في الصاج، وبغطيه بكيس بلاستيك وبسيبه على جنب يخمر. تمام تمام. الجزء بقى اللي هو الاخير بتاعي اللي اتبقى معايا كده، حطيت عليه قطعه العجوه المفروده وابتديت الفهم زي قرول، وابتديت اقفلهم كده من تحت عشان اثناء التسويه بتاعتي ما يفكش. ده طبعا انتوا عارفين الشكل ده اسمه طبعا شكل كعب الغزال، برضو هنبقى نعمله في فيديو لوحده مخصوص وننزله يا جماعه. شايفين الطبقات بتاعه العجوه عامله ازاي؟ هي القطعه صغيره فعلا يعني مش مستاهله، بس فعلا طلعت حلوه، وكان طعمها في التسويه كان جميل جدا فعلا بجد. طبعا احنا لو بنستفاد يا جماعة من الفيديوهات، نشترك في القناة ونفعل زر الجرس علشان كتير مننا يستفاد. ابتديت احطها كده، اغمسها كده كلها في السمسم زي ما انتوا شايفين، وبحطها برضو في الصاج بسيبها تخمر برضو شوية. تمام تمام كده. يبقى المقدار كله بتاع العجينة بتاعتي خلص. ابتدي بقى اسويه. بكون طبعا مشغلة الفرن بتاعتي، بدخله مع درجة حرارة 190 رف وسط، بياخد حوالي 15 او 17 دقيقة بالكتير. دهنته لبن زي ما انتوا شايفين، وحطيت على وشه سمسم، علشان طبعا الناس اللي بتسأل ندهن ايه من على الوش، طبعا بيض لا طبعا يا جماعة، احنا هنا بندهنه زي ما انتوا شايفين بلبن بس، وبنحط سمسم على الوش، وبيطلع فعلا اللون بتاعه ذهبي من بره زي ما انتوا شايفين كده. هنا بعد التسوية اخد حوالي 17 ل 20 دقيقة. وبعد كده بقى مش قادرة اقول لكم القرمشة والطعم بتاعه كان تحفة جدا جدا. شايفين يا جماعة القرمشة؟ شايفين العجوة من جوه عاملة ازاي؟ لا حطبت ولا مسكت في بعضها ولا شدت، تسوية مظبوطة. والقرمشة زي ما انتوا شايفين بجد بجد يا جماعة تحفة حكاية. التسوية فعلا اهم حاجة يا جماعة في شغلنا، ان احنا نسوي الحاجة مظبوط.
كمان نشوف القرقيش السادة بتاعتنا عاملة ازاي من جوه. لو كمان كنت تسمعوا صوت القرمشة يا جماعة من الفيديو، بجد بجد حكاية. شايفين يا جماعة قرمشة لا توصف. دايما يا جماعة اهم حاجة ان كنتم شايفين الوصفات ونمشي على الطريقة بالظبط علشان نطلع الحاجة مرضية. منين ده كعب الغزال يا جماعة اللي عملناهم في الاخر تحفة، وطعمهم كان جميل جدا. تابعوني دايما يا جماعة على صفحتي مملكة الحلويات عشان هنلاقي كل جديد، وشكرا.